السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل فيه شوية افكار تنفع عزومة، تنفع غدا حلو، تنفع كمان فطار في اي يوم في رمضان. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. معانا فرخة، معانا 4 حمامات، نص كيلو من اللحمة، ومعانا لفتين جلاش. طبعا الحمام ده انا نضفته وغسلته كويس اهو، وكمان الفرخة غسلتهم ونقعتهم. صينية على النار هنزل فيها معلقة من السمنة البلدي، معاها شوية زيت، وهنزل الأول باللحمة. اللحمة دي أنا فرمتها حبايبي في الكبة اهو بالشكل ده، وهسيبها لما تتحمر اهو. هجيب حلة على النار، احط فيها برضو معلقة من السمنة، شوية زيت حلوين، وهنزل بالفرخة بتاعتي اهو بالشكل ده. انا هحمرها. كنت هنا بقى رجعت للحمة، كانت اتشكشكت معايا خلاص. نزلت بالبصلة اهو، هنضيف لها كمان فلفل رومي وفلفل حامي، وهقلبها كويس اهو بالشكل ده. هنضيف لهم معلقتين من الفلفل الاسود، معلقة من الملح، وهقلبهم اهو بالشكل ده كده، اقلبهم حلو. هنا كنت رجعت بقى للفرخة بتاعتي، قلبتها على الناحية التانية، نزلت بالملح، فلفل اسود، هنضيف لهم كمان قرفة، عود من القرفة، ورق لوري، حبهان، وهحط لهم كمان بصلاية وطماطماية اهو. عايزة طعم الشوربة بتاعتي كده يبقى طعمها حلو. هرجع بقى برضو للحمة بتاعتي، هضيف لهم جزراية مبشورة، لو انت حابة، مش حابة خلاص ما تضيفهاش، بس بتخلي لها طعم حلو. كمان طماطماية مبشورة، وأقلب كويس. هنا بقى الفرخة بتاعتي كانت خلاص اتحمرت حلو، هضيف لها بقى المية المغلية، وهسيبها تستوى اهو. هنا خلاص بقى كانت اللحمة بتاعتي خلاص اتعصجت، والفرخة كمان دخلت في السوا اهي. هنا بقى هعمل الفريك بتاعي، صينية برضو نزلت فيها بالسمنة والبصلة، هحمرها كويس اهو. هضيف لهم فلفل اسود وملح، هقلبها حلو. هنا كنت ناقعة برضو الفريك، هغسله واصفيه، وهضيفه على البصلة بتاعتي اهو بالشكل ده. نزلت بالفريك، هقلبه بقى مع البصل اهو. هقلبه لما يتحمر كله مع بعض. هنضيف لهم كمان معلقة من السمنة البلدي اهو، وهقلبهم مع بعض. هقلب هنا كويس برضو اهو لما يتحمر معايا. هنا بقى كنت حمرت الكبد وهحطها عليه اهو. هقلب كله مع بعضه بالشكل ده كده. وهنا الفريك بتاعنا خلص. صينية ألمونيا عادية،
فردت الجلاش بتاعي اهو بالشكل ده كده، وهبدأ احط حشوة اللحمة اهي. هفرد اللحمة بالشكل ده كده، وهبدأ ادخل بقى الجلاش بتاعي كده في الصينية اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو. طريقة سهلة وبسيطة وافكار بسيطة، بس صدقيني بتفرق والله على السفرة. هنا كنت خلصتها بقى يا حبايبي وقطعتها بالشكل ده كده، وهبدأ احطها في الفرن. طبعا انا مولعة الفرن من قبلها. طبعا هحط لها التشريبة بتاعتها اللي هي عبارة عن ايه، نص معلقة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة سمنة بلدي طبعا عشان انا ما حطيت لهاش خالص ولا سمنة ولا زيت، وهحط لها كوباية من اللبن وكمان بيضاية. هدوب كل ده مع بعض اهو بالشكل ده، وابدأ ان انا اسقي الصينية بتاعتي. هنا بقى كنت طلعت الفرخة يا حبايبي خلاص استوت معايا. هحط بقى معلقة من من توابل الكبسة، وهبدأ انزل ب3 كوبايات من الرز البسمتي اهو. هنا بقى كان الفريك استوى خلاص معايا وبرد. هبدأ ان انا احشي الحمام. طبعا قبل ما احشي الحمام شوية ملح وفلفل اسود، وابدأ ان انا احطهم في الحمام كده عشان يبقى مملح معايا وطعمه حلو اهو. هبدأ بقى احشي الحمامة اهي بالشكل ده كده، وهحشي كمان الزور بتاعها، وتانيين اهو الجناح بتاعها. طبعا وانا حطيت القنصة بتاعتها قفلت بيها عشان الفريك ما يطلعش مني بره اهو. مية طبعا مغلية، حطيت بصلة وطماطماية شوية فلفل اسود، وهنزل بالحمام. طبعا يا حبيبتي هتنزلي بالحمام تنزلي بيه على بطنه اهو بالشكل ده. هنا بقى كان الرز استوى حبيبتي معايا. هنزل بقى بشوية زبيب اهو، انا غسلاه مش محمرة ولا حاجة. هنا الرز كان اتشرب بس معايا، والفرخة هي كمان ممكن بقى معلقة صلصة، بس انا بصراحة ما كانش عندي. بشرت طماطماية، شوية فلفل اسود، شوية ملح، شوية توابل لحمة او توابل فراخ، ومعلقة من السمنة، وهدوب كل ده مع بعض. هبدأ ادهن بقى الفرخة بتاعتي بالشكل ده كده اهو، وهحطها تحت الشواية هتاخد وش وهيبقى طعمها جميل. هنا الرز كان استوى بقى معايا، والجلاش كمان استوى. يلا بقى نغرف بقى. هنا قطعت بقى الجلاش في اطباق، وغرفت الرز وحطيت عليه الفراخ. وادي الجلاش بتاعنا شايفين شكله، وده المخلل اللي احنا عاملينه في البيت، والحمام اهو غرفنا تحتيه شوية رز، وعملنا كمان سلطة وطبقين من الملوخية. ايه رأيك بقى؟ عجبك الفيديو؟ متنسينيش في اللايك، واقولك ايه، السلام عليكم.